هذا هو حال جميع المهاجرين في الغربة، اللي في أي عيد ما كيبينوهلكش في الصورة اللي كتبان لك في السوشيال ميديا أو في المكالمات العائلية. كيتصور لك باللي كلشي زوين كيوت، ضحكة خفيفة مع كاس ديال أتاي في شي ستوري، ولا كتابة في واتساب عيد مبارك سعيد، أو صورة ديال شي طاجين كيبقبق بحال زعما الحياة كاملة مستقرة ووردية. ولكن مع الأسف الحقيقة كتكون غالبا أنه واحد الإنسان جالس بوحدو لابس حوايج العيد نقية ومرتبة بطبيعة الحال، باش يقنع راسو أن اليوم هو مختلف شوية على باقي الأيام. وفي أول عيد في الغربة المهاجر كيكون بحال شي واحد مشارك في شي فيلم بالغلط، كيشوف الناس في المغرب ناشرين الصور ديال اللمة العائلية، الشواء، والأطفال كيجريو، والضحك، الصداع بتاع أنه كيتفكر يعني داك الخال المجعز اللي ديما كيسولك واش مازال ما تزوجتيش، وفجأة حتى داك السؤال الوحش كتولي موحشو. كتفيق صباح العيد متأخر واحد شوية، ماشي حيت ناعس مزيان، ولكن حيت ما كاينش حتى شي واحد اللي غادي يدق الباب ويقول لك ونوض راس طارو راس الصلاة غادي تفوتك. كتشرب قهوة باردة، كتحل تيك توك، كتسكرولي، كتعاود تسدو، حيت كل فيديو كيحسك بأنك آخر إنسان عايش في هذا الكوكب هذا. من بعد كتبدا المهمة الرسمية ديال أي مهاجر محترم، الاتصالات العائلية. كتعيط لأمك أولا، حيت هي طبعا الأمهات عندهم واحد الرتبة أعلى من أي سفارة في العالم. كتقول لها عيد مبارك سعيدة ودي الوالدة، وهي كتجاوبك بنفس الصوت اللي فيه الفرح والخوف والدعاء والحزن كاملين مخلطين. الله يبارك فيك يا وليدي. واش كليتي؟ الأم المغربية مقتنعة بأن أي شيء وأي مشكلة في الحياة كتحل بالأكل. حس بالغربة كول، الحياة دايرة بك بحال عندك شي ماتش في الام ام اي كول. مقتنعة أنه شوية ديال الرفيسة وواحد الطاجين مبخبخ غادي ترجع إنسان جديد. والمشكل أن جزء منك كيصدق هاد النظرية هادي. من بعد كدوز لباقي العائلة، خالتك، عمك، صحابك القدام، وكل مرة كتعاود نفس الكتبة الرسمية ديال المهاجر: الحمد لله بخير، الأمور مزيانة. مع أنك قبل ساعة كنت كتاكل الشياطة ديال البارح في الليل، وكنت كتضرب الحساب ديال الصالير ديالك واش غادي يكمل لك آخر ديال الشهر ولا لا. المهاجر في العيد كيوري واحد الممثل عالمي ناجح جدا، كيضحك بزاف في ابل فيديو، كيوريهم الشارع كيشوفوه، انتم شوفوا الشمس، شوفوا كذا الجو زوين، ما كيوريهمش الوحده والهدوء الزائد في الدار نهار العيد، حتى انك كتحس ان الثلاجه عندها شخصيه اكثر من بعض البشر. كاينه واحد اللحظه معروفه عند اي مهاجر، من بعد ما كتسالي جميع المكالمات كتدخل في واحد الصمت اللي كيولي الصوت الوحيد هو صوت راسك. هنا كتبدا الافكار اللي ما كتبانش في الستوريات. شنو درت في حياتي؟ واش هذا القرار كان صحيح؟ واش انا تبدلت